فبدايه دخول الحياه السياسيه اصلا كانت صدفه. المهم خلص الثانويه وجه يخش الكليه الحربيه فاترفض، والرفض ده كان لثلاث اسباب. اول سبب فيهم انه فقير، تاني سبب ان ابوه مش من البشوات وابوه فلاح بسيط، وتالت سبب اشتراكه في المظاهره اياها بتاعت ميدان المنشيه. المهم خد ورقه ودخل كليه الحقوق جامعه القاهره، وقعد في كليه الحقوق دي 6 شهور، وبعدها تيجي معاهده 36 فتسمح بزياده الجيش المصري، ومن هنا الكليه الحربيه تصدق على استقبال دفعات جديد. فراح جمال عبد الناصر مقدم تاني فاتقبل، ودخل الكليه في مارس سنه 1937، واتخرج بعد 17 شهر في يوليو سنه 1938. يعني قضى نص مده، لان الكليه الحربيه كانت عاوزه تزود عدد الجيش، فكانت بتخلي الضباط تاخد نص مده. انا بختصر لك تاريخ ميلاده، هنبقى نعمل حلقه مفصله عن تاريخ جمال عبد الناصر ان شاء الله، او سلسله حلقات لان حياته مليانه، فانا بختصر عشان نخش في جزء الحروب اللي انا عامل الحلقه عشانه اصلا. ونيجي بقى نتكلم عن اول حرب دخلها جمال عبد الناصر، وهي حرب فلسطين سنه 1948، الحرب اللي دخلتها الجيوش العربيه ضد العصابات الصهيونيه بعد